السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو قلت لك ان انت عندك فرصة ممكن تبقى افضل من نبي من انبياء الله، تقول ايه؟ في البداية كده لو حضرتك مهتم بالمحتوى شرفنا بالاشتراك وفعل الجرس. طبعا الكلام ده لغير المسلم، لان المسلم مؤمن ان الله كامل الصفات منزه وما ينفعش ينسب ليه صفات نقص، وربنا بيعرف يختار انبيائه، وكمان هو الوحيد المستحق للعباده. انما غير المسلم في الكتاب المقدس كل النسخ للاسف بتتكلم في حاجه زي كده. ممكن تبقى عندك فرصه تبقى افضل من نبي من انبياء الله. ما هو انت عندك واحد من اتنين، يا اما تبقى افضل من نبي من انبياء الله، يا اما تبقى لو انت اخطأت زيهم ربنا مش هيحاسبك. ما انت المثل الاعلى بتاعك خربان. يعني ايه؟ لو انت ما عصيتش ربنا تبقى افضل من ادم، لانه دخل الخطيئه في الجنس البشري والارض اتلعنت بسببه. ولو ما سكرتش وما شربتش خمره تبقى افضل من نوح، لانه سكر وتعرى ولعن كنعان بن حام. ولو كنت غيور على زوجتك وما كذبتش تبقى افضل من ابراهيم. ولو ما عبدتش اصنام هتبقى افضل من هارون اللي عمل العجل، خلى اتباعه يعبدوا العجل ويسجدوا له. ولو انت ما طمعتش في زوجة غيرك هتبقى افضل من داوود اللي طمع في زوجة جندي من جنوده. ولو انت ما عبدتش الاصنام واشركت بالله هتبقى افضل من سليمان اللي في اخر ايامه عبد الاصنام واشرك بالله. طبعا انا كمسلم بأتبرأ من كل هذه الكتابات اللي موجودة في هذا الذي يدعى الكتاب المقدس، لان ده ذم في الانبياء وذم في الله. هو ربنا مش هيعرف يختار انبياء يكونوا مثل اعلى وقدوة انت تقتدي بيها، فما ما يزنيش ما يغتابش وما يسرقش وما يقتلش ما يعرفش؟ هو ربنا ينفع ينسب له صفات نقص زي الندم والحزن وهو مش عارف هو هيعمل ايه؟ الله سبحانه وتعالى. هو ربنا ينفع يتمسك من يهود ويتبصق عليه ويتضرب ويتصلب ويتقتل ويدفن ويقبر؟ حاشا لله. أتبرأ من كل ما في هذا الكتاب الذي يدعى مقدسة. تعال بقى أقول لك في القرآن مكتوب إيه عن كل الموضوع ده. في سورة الجمعة الآية 5 ربنا بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. حمار شايل كتب مكتوبة بكتابات بشرية من وحي الشيطان، والحمار ده مش عارف ايه اللي مكتوب في الكتاب ده، ولا بيعمل العقل ولا بيفكر فيه ولا بيستخدم عقله. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.